هذا في وقت الاشتراكية. طيب كاين اللي داروا علمانية، بمعنى أنهم اقتصاد السوق مثل المغرب. حتى المغرب نظام علماني، المغرب نظام علماني مش نظام إسلامي. هذيك الكلمة اللي يقولها محمد الحسن الثاني ولا يقولها هذا محمد السادس، علمانيون. الإسلام يحبوا فقط يتخذوا من الإسلام ما يضغطون به على الشعوب، ما يقمعون به الشعوب. نعم، شفتوا انتم ولده صغير، ولد الحسن هذا محمد السادس، ولده صغير يركعوا له ويبوسوا له في يده. السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن تأوي مختلف أصناف الطيور والحيوانات البرية سواء المحلية منها. هكذا قال الإسلام، هكذا قال الإسلام يا خالتي. بعد يجيوا الأحزاب الإسلامية يقول لك هذا سلالة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا سلالة النبي، قال كذا جد رسول الله. لا 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 لا، نحن لا نؤمن بهذا، لا نؤمن بهذا. النبي صلى الله عليه وسلم قال يا فاطمة اعملي فإنني لا أملك لك من الله شيئا، صح ولا لا؟ وقال والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها. اليوم الآن ملوك وجايبين لنا ذراري صغار يبوسوا لهم في يديهم وفي رجليهم، ولا واش هذا؟ عبودية هذه. المفروض هذا الملك أنا كنت نقول بالك باباه ما زالت فيه، قلت بالك هذا مجان وقرا في أوروبا وشوية بالك يحشم على عرضه ونحي يقول له ما يدير مرسوم ما نزيدوش ما تبوسولوش يديه، سلموا عليه. ما زال لحد الآن سبوا جنرال، صح ولا لا؟ يركع يركع الله أكبر، لا حول ولا قوة إلا بالله، ويبوس اليد ويبوس الرجل. على لماذا؟ هكذا كانوا يفعلون يا رسول الله؟ لكن النبي نهى على القيام له ولا لا؟ أحاديث عن النبي قال لا تقوموا كما تقوم الأعاجم. هذا سيد الخلق عليه الصلاة والسلام. عمر بن الخطاب نفس الشيء، كان وين؟ كان يبات في الجامع. عمر بن الخطاب رضي الله عنه يبات في الجامع، وراعى صاحب كسرى أن رأى عمرا بين الرعية عطلا وهو راعيها. يا من رأى عمرا تكسوه بردته والزيت أدم له والكوخ مأواه، يهتز كسرى من على قرشيه فرقا وملوك الروم تخشاه. سبحان الله، هذه العزة، هذه هي المهابة اللي كان يتكلم عليها الإمام في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. كانت عندهم مهابة، كان يرقد في الشارع ويرقد في الأرض، ولكنه كانت يخاف منه الروم. اليوم شوف الحكام نتاعنا والملوك وين يرقدوا، تأمرهم أمريكا. كلينتون داروا لهم وزيرة خارجية تقول أنت افعل كذا وأنت لا تفعل كذا، وهم ساكتين.